طبعا حسب التقارير الحاج طلع مريض، وهذا اللي سواه بالساحة، وهاي الفتحة واللي يحط وجبه كله بدون وعي، ما يدري بنفسه. السلام عليكم. بخصوص الحفلة اللي صارت قبل يومين ثلاثة، أنا قاعد هسه مع عم أبو صلاح. عم أبو صلاح الرجال مريض، وأمانة الله هاي التقارير الطبية مالته مال الهند، أمانة الله والرسول. الرجال عنده فتحة بالدماغ، رجال مريض سرطان، وعنده هواي تقارير، والله يشهد لا متقصد هذا الشيء، ولا متقصد بأن يذل العشيرة ولا يذل المحافظة بالكامل. الرجال أول من أنطى شهيد، أمانة الله أول من أنطى شهيد، هذا الشهيد ابنه الكبير. رجال أصلا ما عنده هاي السوالف، خلاص كل ما هناك صارت هي قضية للمزاح، ما صار سبحان الله. أصلا هي ما صاير هذا الشيء أبد ما صار، يعني لا ندري اكو حفلة ولا ندري اكو مثلا تيجي هاي راقصات، صارت سبحان الله ورجال. والله ذات تقول يعني هو مريض، وهاي السوالف كلها ما يدري بيها ودون وعي، وهاي السوالف عشان ما تشوفها صاحي بالساحة. زين خلينا نقول هسه هو مريض، هاي الفلوس منين بجيبه؟ الفلوس يعني يا وطاه فلوس، يا هو قال له قوم، يا وشجعه. ترى المثل المريض او المو بعقله صحيح يقوم بس ما عنده فلوس، منين يجيب فلوس؟ يعني هو مو بعقله، من يعطيه فلوس؟ وهاي اللبسه وهاي الكشخه الزينه تلقاه والناس وياه تهوس. شو يقول لك كبير ما حد يقدر حاكي. هسه لو خبل الناس رستها ركضت ورجعته، لان تخاف علي انفسهم السمعه والفضيحه وهاي السوالف. بس الظاهر هو كل شيء ما بي حجي. لو انت حسب تقاريرك تقول هيك، انت متاكد من نفسك؟ ما دام هو قاعد يمك ويشجعك على السوالف وما يدري بنفسه، خلينا نشوف الله وش يحكي. إلى كافة أصدقائي وأقاربي بصدد الموضوع اللي سواه المنشور، اللي سواه الأخ أبو سيف هاشم جاسم علاوي. هذا إنسان كذاب وأني بصحة جيدة وما بي شيء، وأنا أشكركم. شنو طلع كل شيء ما بي، وذاك طلع كذاب. اذا انت كل شيء ما بيك وتقول ذاك كذاب، انت شلون قاعد بصفه وانت هم مطلع تقارير وياه؟ شنو يعني انتم بالاول قلتوا هالنحشيه وتندمتوا؟ شنو قلتوا بكيفنا احنا شنو نريد نسوي ما حد له غرض؟ ترى الله فوق، انتم ما طلعوا للناس تبرون انفسكم، هاي شغلات يم الله. وعلى الله شو بيغفر لك ذنوبك لو لا؟ الناس ما لها دخل بيك، وعمامك بعد انت تصافى وياهم. شنو يعني يهمنا؟ احنا يهمنا مصلحتك انت، ولا شو كان انت ما مهتم، ضارب مثل ما تقول الحياة بالحائط. يا يريد يحكي خليه يحكي، يلا روح بزودك حاجي، روح. احنا الكاولية ناس صريحة، احنا ناس شغلتنا طرب، بس راس طرب تمام، ويروح للبيت يلف راسه وينام. ليش؟ لان احنا مطلعين بالحفلة تقريبا يعني تقريبا شو اقول لكم، يعني دفاتر. يعني احنا مطلعين بالحفلة، يعني كل واحد يحصل له دفتر. بعد بشنو انا احتاج اروح مثلا علي او على غيره؟ واحنا كنظام كاولية ما يصير، احنا ما عندنا شيء يتعدى حدود الشرف. ما حد يتحدى حدود الشرف كنظام كاولية، صح؟ هو الكاولية هم عندهم نظام، هذا نظامكم، دير بالكم على الشرف خوش. لا واضح من اللبس كله شلحات مال نوم وبالساحة. اشتردن بعد، اشتردن ما تحصلن كل واحد دفتر، لا صير مطر عليك الفلوس. الحرام يجيب حرام عادي. شوف الحاج ذا بلحم، لا بلحم شيني فلوس حلال. صدق لو واحد فلوسه حلال بالربع قوي طلعت. يعني انا اقول لك يصرف على عائلته ايه، بس خارج وهيك يذبهن لا مستحيل، مستحيل. بس هو من الحرام يذب على الحرام. هاي السوالف. لا عمتي طقيت ايش دفتر ملون مختبر، شنو الدفتر مخطط، شنو من دفتر حصلت؟ ما شاء الله عليك، خوش نظام عندكم، الشرف فول واضح.
واضح عندك الشرف انت كلش. كان من طلعتوا والكاميرات يا وراكم ترى، وين ما ترحل. خطيه هذا بالعقال كافه منيته. وين راح هذه؟ وصلها للسياره ويرجع؟ وين؟ كان ما كظ البقيه ذني وصلهم، ليش بس هي كافه منيته؟ لا خوش فيلم كاملين، لا بنظام عتن، نظام ويندوز. جماعة المليار والمليارين اللي طلعت هبة قبل فترة، الجماعة اللي يكتبون المؤخر مليار ويروحون يصورون العقد، انما انا ما ماخذه مليار. 95 مليون ترى تجيب لك بيت ببغداد 50 متر. شنو 95 مليون؟ هذا شيء وهمي. منو ما يقدر ينطي 95 مليون؟ الانسان اللي عنده وضعه المادي طبيعي وعنده شغل يقدر يطب له سلفه سلفتين يجيب له 95 مليون، وبعدين هذا مؤخر في حال لا سامح الله والله يبعدنا وفال الله ولا فالكم، اذا اكو موضوع طلاق راح ينطيني 95 مليون. اني زواجي الاول كان الغايب والحاضر مالتي 25 مليون، ومن ردت اتطلق كلها تنازلت عليها. اني ما اكلب باحد، اذا ردت اعوف اطلع بريشاتي، اطلع سالمه ما ادور فلوس، بس اني حبيت اكتب 95 مليون، عجبني. اني اشوف نفسي عجبني انه اني مهري يكون هيك. احنا مقتنعين. هو دا ينام بشركه وراتبه 500,000. لا عزيزي، راتب علاوي اذا حاب تعرفه، واللهم صلي على محمد وآل محمد، علاوي دخل المادي 2,000,000 بالشهر. تمام؟ علاوي ينام بالشركه، صدق مسوي له سويت كامل، سامان، استاذ سامان مدير شركه اقول لكم انتم بعد عرستوا، مدري خطبتوا، مدري شنو هسه بعدكم عرستوا لو مجرد خطوبه هسه ردنا نفتين. المهم بعد صار العقد وانتهت، انتم يوميا طلع لكم سالفه. هسه شنو تردين انت ليش قارض بحكي الناس؟ كان مهرج مليار ولا مهرج 100 مليون، الناس شو لها دخل؟ وحتى اللي يحكي ما لها دخل بيه. لو صارت سهوله تردين تحكين، بس تحكين ام المليار هذول غسيل اموال كضوهم، غسيل وهاي كضوهم يعرفون السالفه. فهسه انت مو غسيل اموال، لا انت تحافظين عليه بعد صغير ومشكلم وعميتي على وجهه ما يشوف خطيه وحارب اهله، واهله هسه ما يحكون وياه من وراك. هاي الحقيقه، اهله هسه ما يحكون وياك الا من وراك انت. كانت بعدك مشكلم، بعدك صغير، تاخذ لك وحده وعتفروخ خطيه ماخذها هي وجهاله، بعد ما يحتاج يخلف. قولي لا انت بعد. وهذا المؤخر اللي خليتيه على مود تثبيت وجود. لا انه بتقول هسه انا ما اخذتهن، شو ذاك ما اخذتهن وذاك تعفتي شيء اكيد ما راح تاخذينهن. هذا خب ما هو راح يعوف، تعوفين انت بعد. الله اعلم بالمستقبل، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، الله يرزقكم، بس لا تطلعون كل ساعه وحكيتوا. يعني بكان ما الله يبارك بهذا زواجكم على هذا حكيكم، يومين جاي طالعين انت وياه دائما، لو انت وحدك راح تأمين على نفسك ويبطل هذا الزواج كله يروح، البركه كلها تطير من عندك، وظل ينحصر عليك الرجال. من هسه انا اقول لك ترى حصلتي، اذا هذا راح بعد تندمين، فبعد لا تطلعون وقلسوا، قلسي ضربيها تقليسه، روح التي بالانتخابات وانت مرشحه وكون عم. هو بنفس الوقت يستدرج بنات. شلون يستدرج بنات؟ البنات يجون يراسلن على التلي، تمام، يحكي وياهم بصيغة أنا، حلو، يحكي وياهم، تمام، يقنعهن انه يطفرن من اهاليتهن، اوكي، ويجن هنا يقعدن يمي حتى لاجل هو يشتغل عليهن مثل ما اشتغل علي، تمام. وكل المحادثات تثبت على هذا كلامي، حلو. يعني يحكي ويا البنية، يحاول يستدرجها بالحكي لأجل انه يطفرها من اهلها، حلو، وتيجي تقعد هنا لأجل هو يشتغل عليها. عرفتوا شلون؟ فهذا الشخص كلش خطير إلى درجة مو متوقعة. وأتمنى الحساب مالتي والحسابات مالتي مال انستا إنه ينغلقن، لأنه هو جاي يستدرج بنات، جاي يطلع بنات من بيت أهاليتهن لأجل إنه يقعدن هنا على مود هو يشتغل عليهن. هو جاي يحاول إنه أي بنية يشوفها قدامها يجيبها من خلال الحكي، وهي البنية ما تعرف انه هو جاي يحكي وياها مو انا، تمام.
فهو دا يطلع بنات من بيت أهلهن، جاي شرتهن من بيت أهلهن يجي هنا يشتغل عليهن، وأني وحدة من عندهن. تمام. فأترجاكم تساعدوني، أترجاكم، لأنه أنا ما إلي أي أحد. أترجاكم لأنه كلش تعبت، أنا تعبت، أنا انجبرت، أنا بنية وانجبرت، ما أعرف شو أسوي. فرجاء ساعدوني، من راح تساعدوني، من راح توصلون صوتي. تمام. ترى شوفي، انت عشان تليفونات، كل واحدة عندها 2 من 3 تليفونات، تليفون واحد، العنوان والمكان، تيجي الشرطة تاخذه من سكوت. صح لو لا؟ انت بهاي طلعتش بالفيديو، خربت السالفة كلها. اذا انت صحيح هذا حكيك، خربت السالفة كلها. هسه هذا فلت وراح بعد. شكيت هسه انت يقول ها متبلي علي يا عمي، انا لا اعرف ولا تعرف. هاي لا صدق حكيك هذا. وانت لحد الان يعني هذا الفيديو من يوم تطلع ولحد الان انت تصعدين بث، لحد الان وصعدين ويا هذا فوكر، هذا ما يقدر يسكت. هذا كم مره سويت بيه فيديو ولحد الان اللي حطته. نعم يقول الله يرزقني، نعم يقول الله يرزقك شنو بهاي فيديوهاتك، الله يرزقك. كذا كلهم على باب الله، طبعا هم كلهم على باب الله وما يدرون يعني باب الله، ما ادري شلون هذا باب الله. المهم، فانتم انت عشان تلفونات، فهذا الفيديو وراه فيلم. الفيلم بعدين يطلع، بعدين نعرف. هسه سويتيش بهاي، سويتيش ضجه، شكل لك هذا وجن. وصحيح ترى بيوت هيك، انتم هذا البيت كلكم كان هيك، وحده تقلها امي، وحده تقلها اختي، وحده ما تعرف الثانيه. يعني هو بيت لا شامل هيك على مود تقويه والصفحات، ويديرها واحد من هذا ماشي، او يديرها وحده، كل شيء موجود. بس انت بهاي طلعتيش عميتي على نفسك وعلى اللي وياك، وهذا اللي مسوي هيك الشغله يجوز شرد، فيريد يسوي عشان تليفونات خابرا للشرطه، ورقم العمو موجود هنا 911 مش قد رقم الشرطه. هذا كل شامل لكل الاتصالات، اتصلا عليه عن هاي السالفه وهاي السالفه. شنو هو؟ يمكن كلش ذاب جرش ما يطلع، بس تطلع وراك سالفه.